حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. فيديو النهارده قلت كده هوريكم فعاليات كده حصلت في اليوم بتاعي. هقول لكم انا عملت ايه. طبعا انا فرست وعملت اكل وكده، وكان يوم مليان بحاجات، بس انا صورت لكم حاجات بسيطه اللي هتفيدكم انتوا. تمام؟ قبل ما ابتدي معاكم اي حاجه ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو كده. لو انت اول مره تشوفيني تعملي اشتراك او سبسكرايب وتفعلي كمان اشعار الجرس. تمام؟ انا بعمل ايه؟ اكيد بعمل صينيه جلاش باللحمه، مش محتاجه يعني تفكير. سيحت سمنه بقى، زبده، يعني اللي انتي تحبيه. وجبت الصينيه دي وقلت ايه هعمل فيها. بصراحه انا كنت هعمل الطريقه المعتاده العاديه، ان انا احط طبقه وبعد كده ادهنها وارجع احط طبقه. بعد كده افتكرت انا شفت فيديو كان بيعمل نص ونص، طب انا هجربها. ده هكذا والله اللي حصل معايا. فانا قلت هجربها اشوف اني طريقة احسن واسهل وكده يعني. فانا جربت الطريقة دي، بس بصراحة ما هي سريعة ومنجزة جدا. وان انت طبعا بتبصي يعني بحط نص ونص واقوم ادهن واكمل كل الطبقات بهذا الشكل، لان كده كده النص اللي هو طالع لبره ده انا هرجع اغطيه بيها تاني. فاهمين قصدي؟ ففضلت بقى على الطريقة دي لحد ما خلصت لفة الجلاش كلها. المهم اللي هتقولي بقى انتي نسيتي تقولي لنا ان احنا نعصج اللحمه ازاي. طبعا هي مش محتاجه تفكير. بس انا بتكلم عشان البنات اللي هي اول مره تخش المطبخ. تمام؟ اللحمه هنا ما كفتش، فانا ايه حبيت ان انا اعمل شويه كمان. بصراحه لان كنت ناويه اعمل بطاطس باللحمه المفرومه، فانا قلت هسيب شويه هنا وهنا، بس الصينيه طلعت كبيره. المهم حطيت كده شوية كمان. لو انتوا بقى بتحبوا تحطوا فلفل الوان حطوا، يعني براحتكم. انا بحب ان انا اعصج اللحمة بتاعتي. عادة بصلة بحمرها تديني لون ذهبي، هنزل باللحمة التوابل بتاعتي، ملح وشطة وفلفل اسمر، ما بحطش اكتر من كده. المرة دي بقى قلت ان انا احط الميكس الجبن ده. بس كنت اتمنى ان يكون فيه اللي هو الجبنه الموتزاريلا اكتر، بس ما كانش عندي. فايه قلت احط ده برضو مبشوره، يعني كله جبنه مبشوره. الحمد لله انا ما ضفتش ملح خالص. المهم خلي بالكم لان الجبنه الشيدر بتبقى مالحه شويه. المهم انا كده حطيت بقى ايه الخلطه كلها. بصوا بقى، انا كل ما اجي احط نص، اللي هو النص اللي كان فاضل، هقوم دهنه برضو ايه زيت سمنه سوري. فالطريقه دي كانت سهله جدا خلي بالكم، بس مش عارفه ليه حسيتها مش عارفه يعني الطريقه التانية احسن. بس دي كانت بصراحه منجزه جدا يعني جدا، ما خدتش وقت خالص. بس ان انت بقى تبداي تحطي بقى من الجناب وتقفلي وكده، هي كانت حلوه. لاني لما كنت مثلا بدي بنتي حته مثلا تكون يعني الحته ماسكه نفسها، مش مثلا متفرغه من كل ناحيه. فدي حلوه قوي للامهات اللي هي معاها اطفال. فانا كنت بديها الحرف بيبقى مقفول، فكانت بتعرف تمسكها. بس كده، ولقيت ورقتين كده معمولين، فقلت احطهم برضو من على الوش. مفيش حاجه بتخسر، ولكن الورقتين دول فرقوا جدا في الطبقات. ازاي بقى؟ لقيت ان الطبقه مع ان هي نص ونص، بس لقيت الطبقه اللي هو الجزء التحتاني خفيف. فكنت محتاجه بصراحه جلاش اكتر، بس مش مهم لان انا اصلا مكنتش عامله حسابي بصراحه. بس زي ما قلت لكم اني جت معايا كده، كنت هعمل اصلا حاجه تانية، ولقيت ابني بيقولي لا مش عاجبه الاكل. طلعت لفه الجلاش من الفريزر، اللحمه متفرزه الحمد لله، ما عنديش حاجه. ما كملتش معايا 10 دقايق كنت مخلصه، ربع ساعه في الفرن يمكن كتير كده، وبقيت زي الفل وكلنا والحمد لله بجد. فاحلى حاجه في التفريزات اللي هو ايه، بتنجزك في وقت ايام الدراسه. فانا عايزه اتعود برضو اليوم الاجازه سواء يوم جمعه او سبت ان انا افرز معاكم ايه حاجه كده لايام وسط الاسبوع، بيبقى وقت زنقه دروس مش عارفه ايه كده. المهم هنا كده جبت بيضه وحاولت ان انا اضربها كويس، وضفت عليها لبن. تمام؟ انا بضيف شويه فلفل اسمر في الاخر بس عشان ايه الزفاره. بس مش بحطها في اللبن والبيض لاني بتكتل، فانشي رش كده بايدك هيكون احسن. تمام؟ هتقولوا لي ليه ما قطعتهاش الاول وبعد كده كنتي رشيتي؟ لا، الطريقه دي حبيتها اكتر. دي كل حاجه
وانت على حسب ما انت ما بتكوني مرتاحه لها. طريقتي غير طريقتك، ممكن يكون المكونات واحده بس كل واحده بترتاح في حاجه فتعملها. في الاول كنت بقطعها الاول، وبعد كده اقوم نازله عليها مثلا باللبن والبيض وكده. لكن لقيت الطريقه دي احسن، لاني الورقه وانا وباجي بقطعها ما بتطلعش معايا، فاهمين قصدي؟ فانا الحركه دي ارتحت لها اكتر بصراحه، وبحيث ان اللبن يخش من كل ناحيه. لكن يعني انا دي اللي انا شفتها، يعني انا ارتحت لها كده. المهم بعد كده رشيت شويه فلفل اسمر علشان ريحه الزفاره وكده، وحطيها بقى في الفرن حوالي، ما هو بصي درجة الحرارة بتاعتي غير عندك، فانت خلي بالك اول ما تحسي ان هي حمرت او ادت لون اقفلي عليها وشغلي الشواية. انا هنا كده كنت طلعتها، يا سنة كده اتعملت مني، لاني بنتي كانت بتعيط وكان جايه ناحية الفرن، مش عارفة بتدي سخونة ليه بصراحة. المهم يمكن في المونتاج زايدة شوية عشان انا مزودة الالوان، فهي كانت لا اهدى من كده. التركية بقى اللي انا بعملها علشان الجلاج يبقى معاكي طري مش ناشف، تحطي ورق السلوفان ده او تغطي الحلة الصينية علشان تبقى لك طرية. الندى او السخون اللي بيطلع من الحاجة السخنة ترجع تطري لك الحاجة تاني. فكنت براجع كده عليها بالسكينة كده كده كنت مقطعاها عشان بس اغرفها. عايزة اقول لكم بقى يا بنات كانت خطيرة خطيرة بجد. هنا بقى كنت بحاول ان انا اغرفها بقى، خلاص بقيت معايا زي الفل بقى، واستنيت عليها شويه بحيث ان هي ما تبقاش سخنه قوي عشان العيال يعرفوا ياكلوا. العيال ما بتستناش. خدت بقى كده، شايفين شكلها مورقه برضو وزي الفل تحفه تحفه. كنت بوريها لكم. عايزه اقول لكم ان بجد من الحاجات المنجزه جدا ان انتي تفرزي اللي هي اللحمه المفرومه دي. بجد انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا مش بفرز حاجه مخصوص، لا انا ممكن اكون بعمل مثلا كيلو لحمه مفرومه، باخد منها للاكله واقوم شايله جزء يعني النص التاني. فانا مش بفرز مخصوص، انا بس هي بتيجي معايا كده مثلا صلصه او تقليه عملتها، بقوم شايله منهم جزء. فكل حاجه باجي بطبخها بعمل كميه واشيل منها جزء منها، فدي بيساعدني في باقي الايام. بجد يعني جربوا ان انتوا تعملوا كده هتحبوها قوي. هنا بقى بعد ما اكلنا وخلصنا وذاكرنا ونيمت ابني وكده، قلت بقى اخد شاور. خدت شاور، اعمل كوباية القهوة بتاعتي، استقنيس كده واخش بقى على المعركة اللي عندي. تمام. لقيت فرصة بنتي نايمة فقلت افتح النيش كده واحدة واحدة واخد فنجان، لاني ما بعرفش افتحه وهي موجودة. الايام دي بقيت تفتح النيش وانا خايفة جدا عليها، مع اني عامله له زي قفل وبرده مش نافع. احط ترابيزه، احط مشايه، اسده باي حاجه عليها بتوقع الترابيزه. بصراحه بقيت مجرمه الايام دي، ربنا يخليها لي يا رب. المهم ده نوع البن اللي انا بشربه حاليا، ده ربع كيلو ربع كيلو يا بنات. طبعا انا واخده منه كذا مره يعني، فالباقي بقى حطيته في البرطمان. المهم هاخد قهوتي اروح اشربها وانا قاعده ورايقه، وبعد كده اجي اجهز للمعركه اللي هتحصل دلوقتي. طن طن طن. شايفين المعركه؟ ده جزء من المعركه على فكره. كان عندي كميه يمكن قدها او اكبر منها. تمام. فانا قلت خلاص بقى فرصه ان انا اقشر بقى وكده، والعيال يعني ده اللي نايم وده اللي قاعد وكده. بس اتبهدلت الصراحه انا اتبهدلت يا فخري بجد. البنت مش رحماني، ماسكه فيا ماسكه سودا. المهم طبعا انتوا هتقشروا البطاطس وبعد كده تغسلوها وتقطعوها تقطيع الصوابع بتاعكم العادي. تمام. بس عايزه اقول لكم على حاجه، الطريقه اللي انا بفرص بيها دي، عارفين البطاطس اللي هي بتجيبيها من بره، الاكياس اللي هي بتلاقيها مقرمشه وليها غلاف كده وطعمها حلو، نفس الطريقه اللي انا هعملها معاكي دي هي نفس الطعم اللي انتي اكنك شارياه من بره. بجد يعني انا ساعات لما قبل كده كنت فرست، عايزه اقول لكم ان اولا بتستسهلي ان انت بتاخدي من البطاطس دي، ثانيا الطعم بيبقى احلى.
يعني لو انت جربتيها وتعودتي عليها مش هتعرفي تاكلي اللي هي البطاطس الطازه. بجد سبحان الله. يعني المره دي لما جربتها قبل كده جوزي والعيال وكلهم حبوا الطريقه دي. كانوا يسيبوا البطاطس اللي هي العاديه اللي هي الطازه وياخدوا اللي هي من المتفرزه، لان ليها غلاف كده وطعمها حلو. المهم انا عملت الكميه دي كده، ده جزء طبعا بس عشان ايه ما طولش معاكم في الفيديو. وهقطع كده صوابع. عايزين تعملوا الصوابع اللي هي الصغيره اعملوها، عايزين تعملوا الصوابع اللي هي العادي الطويله اعملوها. كده كده هي بتبقى برضو مقاسات في الاكياس اللي بره، بيبقى فيه فرز اول وفرز تاني وكده يعني. فانا حسب بقى البطاطس اللي هتطلع معايا هي اللي انا هعملها. عشان بس لو انتوا شايفين ان الصابع تخين وبتاع، انا عاملاه تخين عشان لو عملته رفيع قوي لما اجي اعمله المره الجايه هيطلع ناشف، مش هيبقى فيه كده يعني من جوه حلو. فانا بعمله تخين شويه عشان خاطر بنتي يعني لما تيجي تاكل تلاقي فيه حاجه. تمام. المهم حطيت بقى في الصينيه دي زيت، وعملت برضو في الصينيه دي زيت. ماشي. انت بتديها تشميعه. انا حطيتها الاول في شويه ميه ساقعين فتره يعني، وبعد كده قطعتهم. يعني انا كنت قبل ما اعملهم معاكم كنت اساسا حطاهم في ميه و... وبعد كده عادي قطعتهم وبشيلهم دلوقتي. انت بس بتديها لون تشميعه كده بسيطه. صينيه فيها مناديل، وبعد كده حط فيها بقى وايه تشميعه السخن، الزيت بس يكون سخن، وتنزلي بالبطاطس تديكي لون خفيف كده اصفر خفيف، وتقومي شايلاها. التشميعه دي بقى هتديكي طعم حلو قوي لما تيجي تحطيها في الفريزر وطلعيها. طبعا انا عملت شويه دول صينيه هنا وصينيه هنا، ما عرفتش اكمل معاكم الفيديو. يعني انا دلوقتي سايبه البطاطس، يعني بعمل لكم الفويس اوفر ده، والبطاطس لسه في الصواني لسه ما شلتهاش. فلازم يعني ان البطاطس تكون بارده، ما ينفعش انا احطها سخنه عشان ما تعجنش والكلام ده. دي حاجه. الحاجه التانية يا بنات، لما تيجي تطلعيها من الفريزر ابقي حطيها الزيت يكون عادي يعني، تكوني مسخنه وحطيها عادي هي ومتلجه، ما تستنيش ان هي تفك. المهم يا بنات انا هخلص بقى كده براحتي، هتسلى عليهم. انا هقفل بس كده عشان الحق انزل لكم الفيديو، مش عارفه الحق انزله في نفس اليوم ولا لا. ف انا قلت بس ايه الحق ان انا ايه اقول لكم كده. تمام. المهم مش عارف ان انا اشيلهم بقى في اكياس دلوقتي غير لما يبرد خالص. فانا هبقى اوريه لكم بقى الفيديو الجاي لما اطلع واحمر منه. طبعا بنتي جنبي فعامله دوشه فعايزه الحق اقفل الفيديو. بس كده بقى ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه لايك واشتراك وسبسكرايب كده، واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله وانا بوريه لكم وانا بحمرهم. باي باي.